السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. صباحكم فل وياسمين ورضا من رب العالمين. بعد ما عملنا مع بعض الفينو المسلوق وطلعت نتيجته تحفة وعجبني جدا جدا جدا، قلت طب وليه لا ما نعملش البيتزا كمان مسلوقة. عملتها وطلعت تحفة جدا. هقول لكم عملتها ازاي، وهقول لكم ايه المشاكل اللي قابلتني وانا بعملها، وهقول لكم حلول المشاكل دي ايه. هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسولنا الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا جبت نص كيلو من الدقيق، دقيق لجميع الاغراض، بتجيبيه من عند العطار، دي عادي جدا. اهم حاجه في الدقيق ان احنا لازم ننخله، سواء مخبوزات سواء كيكات لازم ننخله. وحطيت معاه معلقه خميره كبيره ومعلقه سكر كبيره، وحطيت طبعا رشه الملح بتاعتنا او نص معلقه صغيره ملح، وقلبنا المكونات كلها في الدقيق. بعد كده جبت معايا تلت كوبايه من الزيت، اي زيت عندك في البيت بتستعمليه، نحط منه تلت كوبايه. وبعد كده بجيب علبه من الزبادي الصغيره، ممكن تستغني عنها وتحطي معلقه لبن بودر، بس الزبادي بتدي طريان للعجينه غير طبيعي. ونقلب المكونات بتاعتنا مع بعضها. بعد كده بجيب معايا كوبايه الا ربع ميه دافيه، ما بحطش كوبايه الميه كلها، انا بحط الاول نص الكوبايه وبخلي الربع لما الم العجينه الاول. بلم العجينه مع بعضها وبعد كده بحط عليها ربع كوبايه الميه اللي معايا، بس لازم المية تكون دافية عشان تنشط الخميرة، وما تكونش سخنة زيادة عن اللزوم عشان ما تموتهاش، ولا باردة عشان مش هتتفاعل معاها. بعد كده بنعجن بقى العجينة بتاعتنا عجنة كويسة كده، يعني العجين اخدميه، كل ما هتخدمي العجين هيديكي نتيجة ممتازة. العجين بيفرق في خدمته، بتفرق بين عجنة وعجنة خدمتك للعجين. ممكن تعجني عجنة وتبقى جميلة جدا، وممكن تعملي عجنة وما تبقاش مظبوطة ونفس المقادير، بس الخدمة بتفرق. وممكن يبقى دقيق ومية وملح وتطلعي عجينة ملهاش حل بسبب خدمتك للعجين. انا بقى كملت بربع الكوباية اللي باقي وكملت العجينة بتاعتي وخليتها عجينة طرية ملزقة كده. بعد كده بقى نسيبها تستريح قيمة ربع ساعة كده، نغطيها طبعا ونخليها في مكان دافي. بعد بقى ما العجينة بتاعتنا استريحت كده وخدت راحتها على الآخر، نجيبها ونشوف هنعمل فيها ايه. هننزل بس الكاميرا شوية كده معانا عشان تبان معانا العجينة. زي ما انتوا شايفين العجينة قد ايه طرية وجميلة. بعد كده بقى هجيب صينية واحط عليها ورقة خبز. ورقة الخبز هنا ضرورية جدا، لان هفرد عليها العجينة وفي نفس الوقت هشيل العجينة بيها برضو. وهقول لكم بقى المشكلة فين. المشكلة في ان انا لما عملت البيتزاية كانت كبيرة، طبعا في السليق ما بقتش متملكاها كويس. حلها ايه بقى؟ حلها ان احنا نقطع البيتزاية دي بيتزتين او 3، يعني نقطع حجم اقل من كده، هتبقى مرتاحة معانا جدا واحنا بنسلقها. ويا سلام بقى لو عملناها ميني بيتزا، يا هتبقى هايلة. هتبقى هايلة وتبقى سهلة جدا، وانت بتحطيها في مية السليق وانت بتشيليها هتبقى ممتازة. ان شاء الله المرة الجاية نعملها ميني بيتزا. المهم بقى انا جبت ميه مغليه دلوقتي، واديت لها معلقه صغيره بيكنج صودا، واديت لها معلقه صغيره ملح، وهنزل فيهم العجينه زي ما انت شايفه بالورقه كده. وهنشيل الورقه دلوقتي، ما فيهاش اي مشكله، الورقه حتى لو ما عرفناش نشيلها ما فيهاش اي مشكله، مش هتاثر معانا على العجينه في حاجه، هي هتفصل بعيد عن العجين خالص. وزي ما انت شايفه كده هنطلع الورقه بكل سهوله، بس باصبري عليها شويه لما تفصل من العجينه لوحدها. الميه بدأت تغلي معايا، وانا بحاول اغطس العجينه عشان الميه تبقى فوق وتحت العجينه. وزي ما انت شايفه باقي الورقه طلع معانا اهو بكل سهوله. كده بقى خلاص، هي خدت لها يجي 10 دقايق في الميه، لازم تخليها تستوي في الميه كويس. وكده خلاص العجينه اتسلقت مني وبقت تمام. وهنا بقى كانت المشكله اللي قابلتني، المشكله ان انا ما كنتش عارفه اطلعها عشان حجمها كبير شويه، مش عارفه اطلعها من الميه. فعشان كده بقولك اعمليها بيتزات صغيره، هتبقى سهله جدا وانتي بتطلعيها من الميه. زي ما انتوا شايفين البيتزا بتاعتنا طالعه جميله اهي، مفيهاش اي مشكله. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، ولله الحمد، يعني طالعه جميله باذن الله. هنجيب بقى التوبنج بتاعنا طبعا زي ما انت عايزه بقى، هنا دي حاجه اختياريه بقى. انا جبت صوص البيتزا، وصوص البيتزا طبعا كلنا عارفينه، اللي هو طماطم تحطي فيها توم ني، تحطي بقى ملح وفلفل وتوم بودره وبصل بودره،
يعني تحبشيها كده تحبيشه كويسه، وتسيبيها لما تتسبك، وتروحي حطها على وش البيتزا بس تكون بردت، ورشه زعتر لو موجود عندك. وبعد بقى كده بتحطي جبن، بتحطي زيتون، بتحطي فلفل حامي، فلفل بارد، زي ما انت عايزه خالص. انا بقى اديت لها رشه جبنه صغيره كده موتزاريلا كانت موجوده عندي. هندخلها بقى على فرن درجة حرارة 220 أو أعلى درجة حرارة عندك في الفرن. حطيه على أرضية الفرن تلت ساعة، وبعد كده خديه على الشبكة ربع ساعة كمان. هتستوي، هتبقى زي الفل. متهيألي مش محتاجة انك تشغلي عليها شواية ولا أي حاجة. أو لو حبيتي وشها أحمر شوية عن كده شغلي لها الشواية دقيقتين تلاتة بس. أنا كده بالنسبة لي كده مظبوطة جدا. احنا قطعناها وهي سخنة ملهلبة، كنت عايزة أشوف نتيجتها هتطلع عاملة ازاي. بسم الله ما شاء الله، نتيجتها هايلة تحفة. هي وصفات جدتي كده، وصفاتها كانت ممتازة. العجين المسلوق ده بصراحة طعمه بيبقى تحفة من غير أي حاجة، طعمه جميل جدا. ودي الطريقة اللي كنت بقول لكم جدتي كانت دايما بتعملها على طول أيام الخبيز. طبعا الكلام ده قلت لكم في الفيلم في الفيلم. فيلم ايه يا حاجة واحنا في السيما ولا ايه؟ قصدي في الفيديو بتاع الفينو المسلوق. زي ما انتوا شايفين نتيجتها تحفة ومستوية جميلة قد ايه، وطعمها خطير. عايزاكم بقى تجربوا الوصفة دي، وصفة العجين المسلوق، وصفة جدتي. في اي حاجة بقى انت عايزة تعملي اي معجنات. ولو عجبتك الوصفة تنسيش تدخلي قناتي، تعملي لي لايك وتعملي لي اشتراك. سمسمة وبندق في المطبخ، اكلات اقتصادية، حلو وحادق على قد الايد. وبالهنا والشفا، صباحكم فل.